لفة جلاش وشوية حليب وعملت حلويات حلوة جدا ترطب على القلب في الصيف ده. احلى جلاش بالكريمة تقدري تعمليه. طعمه حلو جدا، خفيف كده وطري، والكريمة ملياه، وطعمه مسكر كده يدينا طاقة في الحر الرهيب اللي احنا عايشين فيه ده. فانصحكم جدا جدا انكم تجربوه، لانه بجد بجد يستحق التجربة. هستنى منكم ارائكم تحت الوصفة. يلا بينا، سموا الله وصلوا على الرسول، يلا بينا على الفيديو على طول. اول حاجة هحضرها هي الكريمة اللي انا هعملها للجلاش بتاعنا. هحط نص لتر من الحليب، خلاص عشان يبقى مغذي كده للولاد. نص لتر كفاية جدا. هبتدي اضيف السكر بتاعنا. هحط 4 معالق من السكر، يبقوا حلوين قوي قوي. عايزة كتري السكر عن كده كتري، بس احنا لسه هنسقي الجلاش شربات، فكده يبقى كفاية قوي. هنا لقيت حاجة كده شلتها من الحليب. عندي هنا كيس من الكاستر، وتقدري تحطي بداله نشا بس. خلاص، فانا هضيف كاستر. الكاستر ده الكيس تقريبا في حدود معلقتين كبار، فانا هضيف له كمان معلقه من النشا، لان انا عايزه الكريمه تبقى متماسكه حتى بعد ما تخرج من الفرن. مش عايزه اجي اقطع الجلاش الاقي الكريمه سايحه جواه. الكاستر هيضيف طعم حلو جدا جدا للجلاش، ومغذي قوي 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 للولاد. هضيفه كده واقلبه على البارد الاول، وبعدين نروح نرفعه على البوتاجاز، وتقليب مستمر كده لمدة 5 دقايق بالكتير. هيبتدي يغلي معايا. قبل ما يبتدي يغلي واطفي النار، عندي هنا قشطة وش اللبن، بحب اخزنها جدا في الفريزر. اي حلويات بحطها في قلبيها، اي معجنات في قلبيها. عايزة اقولك بتاخد الحاجة لحتة تانية خالص، ده غير القيمة الغذائية الحلوة بتاعتها. فجربي كده قشطة وش الحليب، بعد ما تغلي الحليب بتحطيه في التلاجة، تاني يوم شيلي القشطة من عليه وعينيها بقى في الفريزر. واي معجنات حلويات حطي كده وما يهمكيش. هنا معايا لفة الجلاش بتاعتنا. هبتدي ان انا افتحها واخرج الجلاش. عايزه اقولك اللفة دي بقالها كتير جدا في الفريزر، فورقها متهربد ومتقطع، بس احنا ما يهمناش. اشتغلنا بيها وطلعنا احلى قطع من الجلاش، ولا حد واخد باله ابدا. هفتحها كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. مهم انقيلي ورقتين حلوين اخليهم للسطح، مش اكتر من كده. دهنة سمنة بقى حلوة، وابتدي رصي ورق الجلاش. طبعا انا جايبة صينية متوسطة، ممكن تحطي في الصينية الطويلة. هتفردي الورق كله اوريدي، مش محتاجة تطبقيه. انا مرة هاتني من هنا ومرة هاتني من هنا، المهم ان انا اعمل توازن كده في الصينية بتاعتي، ما تبقاش القطع من ناحية عالية ومن ناحية تانية مش ورقها كتير. اكيد طبعا كلنا ستات بيت شاطرين وفاهمين انا اقصد ايه. هبتدي كل ورقتين هورق ما بينهم بالسمنه، مش كل ورقه، كفايه كل ورقتين علشان ما يبقاش الدسم كتير. نزلت بالكريمه بتاعتي كلها، سمكها حلو ورائع جدا، وكميه جميله قوي قوي قوي، اللي هي تاكل القطعه كده تشبعي من الكريمه جواها، مش فاضيه. خلاص نبتدي بقى واحنا بنرصرص الورق الاول. نسيت اقولك تركه، خلي ليه اجناب طالعه كده عشان الكريمه تتحش كده جنبيها، ما تخرجش وتسيح في الفرن وتتحروق من الجناب. اخر ورقتين اللي عيناهم بقى اللي هم السلام، نقفل الصينيه بيهم كويس جدا جدا جدا. الكريمه بتاعتك تقيله وحلوه، قطعي على طول، ما يهمكيش. حاساها خفيفه شويه وانت بتقطعي هتبظ بره، دخلي الصينيه دي بعد ما تغطيها التلاجة نص ساعه، تكون الكريمه تماسكت، وبعدين قطعي. انا هنا عاملاها متماسكه، فهبتدي اقطعها كده بالسكينه الحجم للقطعه اللي انا حباه. وزي ما انت شايفه كده غرقانه بالكريمه. بعد ما قطعت ندهن السطح، ونشغل الفرن بتاعنا على درجه حراره 220 تقريبا، وبدخلها. طيب السيرب بتاعي كان جاهز في التلاجة. الجلاش بياخد سيرب او شربات تقيل وبارد، فهو كان عندي اوريدي في التلاجة شربات جاهز. فبحط ايه، بحط كوبايتين سكر عليهم كوباية من المية، عصرة ليمون، نرفعه مع النار 10 دقايق، رشة فانيليا. قبل ما تطفي النار مباشرة بيبقى معاكي احلى سيرب تقيل وشربات تقيل بارد، ينفع جدا لكل انواع الحلويات ما عدا البسبوسة، البسيمة، الهريسة، الحاجات دي. خلاص ضفنا الشربات. نبتدي بقى ايه، نقطع الجلاش المورق بتاعنا الخطير. متأكدة بجد ان هيعجبكم جدا. يا سلام عليه ما يخش التلاجة يرتاح له ساعة. ساعة بقى كده يسقع، والكاستر كده ينزل على القلب بقى كده يرطبه في الحر ده. ما اقولكيش، هياخدك لحتة تانية خالص. واخد لون حلو قوي، كريمة ملياه ملياه مغطساه كده. يعني بصي، محبين الجلاش الطري اللي مش ناشف، سطح مقرمش بسيط، طراوة من جوه،
توريقة كده حلوة، خفة، مش دسم وتقيل. هيعشقوا الجلاش ده، حلو جدا جدا جدا. مناسب جدا للصيف، فمتأكدة ما تجربوه هيعجبكم. بصي المنظر خطير يا جماعة، حلو قوي. جربوه بطريقتي، متأكدة ان هو بجد هيعجبكم جدا لما تجربوه. تعالي بقى اقرب لك الكاميرا كده ونقطعه مع بعض ونشوف قد ايه طري وهش وحلو قوي، حلو قوي. طبعا هستنى ارائكم، ولو وصلتي معايا للفيديو لحد هنا اوعي تنسي تحطي لي لايك تحت الفيديو، وتكسبي لي كومنت حلو زي كده تحت. بصي بيلز كده وبيبظ، خطير خطير. اكتبي لي تحت كلمة السر ما بيننا النهارده عشان اعرف انت تابعتيني للنهاية. هتكتبي لي الجلاش بيلز وبيبظ وتحطي لي لايك وشير، هعرف انك من حبايبي اللي بيتابعوني لاخر كلمة في الفيديو. كلمة السر ما بيننا جلاش بيبظ ويلز. لايك وشير حبيبة قلبي، هعرف حبيبتي. بحبكم جدا واشوفكم على خير فيديو جديد. سلام. جلاش